خوتي المغاربة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. لهذا اليوم يوم الخميس 10 ديسمبر. الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بمغربية الصحراء، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية غادي تفتح قنصلية في مدينة الدخلة إن شاء الله. وهذا الشيء بزاف ديال الجرائد اللي كيعطيونا هذا الخبر. وخبر آخر، الرئيس ديال امريكا دونالد ترامب كيعلن بان المغرب غادي يطبق التطبيع مع اسرائيل، مع الدوله الاسرائيليه، وغادي تكون هي الدوله الرابعه اللي غادي دير التطبيع من مور الامارات والبحرين. هادشي كامل دونالد ترامب من دار هذا الخبر هذا من صيفط واحد التويت. قال بان المغرب هي اول دوله اللي اعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية. آه ودابا كخصنا حتى حنا نعترفوا بمغربية الصحراء. وشنو رد أمريكا باش تعترف بالصحراء المغربية؟ وهو التطبيع مع إسرائيل. هو المغرب يطبع مع إسرائيل باش حتى أمريكا يعترفوا بالصحراء ديال المغرب. وهذه ضربة قوية بالصفعة عند الجنرالات ديال الجزائر. دابا الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة في العالم كتعترف رسميا بالصحراء المغربية. وهذا غادي يكون عندنا واحد واحد لو بوا سياسي، واحد الوزن سياسي كبير عند الأمم المتحدة. حيت أمريكا حنا كنعرفوا الجهد ديالها في الدبلوماسية وكذلك في العالم، باش غادي المغرب غادي يطبق نهائيا بان الصحراء مغربيه عند الامم المتحده. وهذه امريكا غادي تدعم الدوسي ديال المغرب عند الامم المتحده. والمغرب الا دار تطبيع مع اسرائيل، راه ما دارش تطبيع مع اسرائيل على والو، راه حتى صافي دار لي نيغوسياسيون، مفاوضات مع امريكا ومع كاع داك الدول العظمى باش يعترفوا رسميا بالصحراء المغربيه. ونطويو هذا الملف هذا اللي هو 45 عام وحنا في هذه الحرب البارد مع الجاره الجزائريه، مع هاد الحكومه الجزائريه. ما غاديش نخلط بين الشعب وكذا، ولكن هاد الحكومه الجزائريه حنا شفناها لا بالدبلوماسيه ديالها، لا بالفلوس ديال البترول ديالها، لا بتسليح البوليزاريو ضد المغرب، لا في كيسميتو. حنا شفنا في القضيه ديال الكركارات كيخصهم ديما يديروا لنا داك الشوكه في الصباط، وكيخصهم يحطموا المغرب وباش ينفذوا داك الحلم ديالهم ديال المنفذ على المحيط الاطلسي. ولكن دابا شنقريحه ولا عبد المجيد طبون ولا كاع داك الحكومه الجزائريه، هاد النهار هذا كلات الدق مزيان. حيت المغرب بالدبلوماسيه ديالو دابا من كنشوفوا امريكا الدوله القويه في العالم كتعترف بالصحراء المغربيه، وغادي تحل كذلك قنصليه في مدينه الداخله. دابا غادي نشوفوا هاد الحكومه الجزائريه واش غادي تمشي تعيط لعند السفير ديالها من امريكا كيف دارت مع الكوت ديفوار. تمشي تغضب عليهم، تحيد حتى هي السفير، تقول لهم راكم كتعترفوا بمغربيه الصحراء. نشوفوا شنو غادي دير دابا. والمغرب الا دارت تطبيع مع اسرائيل راه ما نساش القضيه الفلسطينيه. حيت غادي نشوف انا داك الذباب الالكترونيه غادي يجي ويقول لك واه المغرب راه دار تطبيع مع اسرائيل، راه باع القدس، راه باع فلسطين، راه باع كذا. لا، المغرب، ملك المغرب هو رئيس مجلس القدس، وراه ما سمحش في القضيه ديال فلسطين. راه ما دار تطبيع مع اسرائيل حتى راه عطاولو لي غارونتي باش غادي تكون دوله فلسطينيه. هذه باش نكونوا على يقين. غير هذاك الذباب الالكترونيه اللي غادي تجي وتبقى تسب وتقول لنا نتوما راكم اسرائيل، نتوما راكم صهيونيين وكذا. حنا كنعرفوا
الكومونتيرات ديالهم والكلامات ديالهم والسبان ديالهم، راه المغرب ما دار تطبيع مع اسرائيل باش يبلع نهائيا هاد الملف ديال الصحراء، يطويه صحراء مغربيه صافي. دابا كنشوفوا دابا الدول العظمى كامريكا اللي تحل القنصليه ودارت اعتراف بمغربيه الصحراء، رسميا رسميا راه ماشي على والو. راه المغرب ما دار تطبيع حتى راه كاع الدوسي ديالو مزيان، وحنا كنعرفوا الحكومه المغربيه والدبلوماسيه المغربيه، وكنعرفوا لا كليرفويونس ديال الملك محمد السادس الله ينصرو. راه حتى شي حاجه ما كتندار غير هكذاك. هادشي راه الدبلوماسيه العليا، ماشي داك الدبلوماسيه ديال الصبابط والصنادل ديال البوليزاريو وديال الحكومه الجزائريه ديال الجنرالات الجزائريه. دابا غادي نشوفوا هاد الجزائر شنو غادي دير في هاد الشيء هذا. دابا المغرب انا كنقولها لكم الحمد لله رسميا، المهم الصحراء المغربيه الملف راه غادي ينتهى قريبا في الامم المتحده، حيت حنا عارفين القوه الدبلوماسيه ديال امريكا. وامريكا الا اعترفت بالصحراء المغربيه، شكون اللي غادي يتبع امريكا؟ كذلك كاع الدول الاوروبيين، كاع الدول الاوروبيين، فرنسا، المانيا، انجلترا، كاع داك الدول ديال اوروبا، المهم الاتحاد الاوروبي كامل غادي يتباع، زيد عليهم كندا، زيد عليهم الاسترالي، زيد عليهم بزاف ديال الدول اللي تابعه امريكان، اليابان وبزاف وبزاف. ودابا غادي نشوفوا من الجزائر غتبقى بوحدها. حنا شفنا حتى جنوب افريقيا حتى في ذاك الاتحاد الافريقي شفنا بان حتى جنوب افريقيا ما بقاتش تابعهم في القضيه. شفنا كذلك نيجيريا مشاو ليها، ولكن الضغط المغربي راه حتى هو لعب دور كبير باش نيجيريا ما تبقاش كتدعمهم في داك الوهم ديالهم اللي باغيين يديروا على الصحراء المغربيه. المهم الحمد لله، الولايات المتحده غادي تحل القنصليه، هذا هو الخبر الزوين، تعترف بمغربيه الصحراء فعلا. والمغرب راه ما دارش تطبيع على والو، هذه باش نكونوا على يقين ونعاودها، راه ما دار تطبيع حتى الدوسي ديال الصحراء راه كي كيقولوا الفرنساوي الي بوكلي ومكمل الدوسي صافي. غادي نطويو الملف قريبا ان شاء الله في الامم المتحده. والقضيه الفلسطينيه راه المغرب ما دار تطبيع حتى راه عنده لي غارونتي، راه اسرائيل عطات له لي غارونتي وكيسميتو لامريكا وكلشي عطاو له لا غارونتي باش غادي تكون كذلك دوله فلسطينيه مستقله وعاصمتها القدس ان شاء الله. هادشي اللي كاين غير باش نكونوا متفاهمين الخوت. شكرا لكم على المتابعه ديال هذا الفيديو. سمحوا لي ما درتش شي فيديو بلي سلايد وداكشي كيف العاده، انا شفت الخبر جا هكذا عاجل بغيت نعلمكم الخوت. شكرا لكم والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. الله يحفظكم.